السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ما تيجوا نعمل النهاردة المشروب الرسمي للشتاء، المشروب اللي بيدفينا وبيدينا طاقة حلوة جدا في ليالي الشتاء البرد جدا. حمص الشام الخطير بلون المية بتاعته التحفة، اللون الطبيعي الخطير ده. وهنقول كل التفاصيل اللي هتخليه يطلع زي حمص العربيات بالظبط، ويطلع بالجمال وبالطعم وتست عالي جدا وشكل تحفة زي ما احنا شايفين كده. اللهم بارك. يلا نسمي بالرحمن ونشوف هنعمله ازاي. اول حاجة حبايبي بنجيب حمص الطبخ اللي هو حمص الشام ده، المدور، ونبتدي نغسله كويس وننقعه. احنا بننقعه ليلة كاملة علشان ما ياخدش وقت في التسوية، زيه زي اي بقوليات بنستخدمها. طبعا كل ما ننقعه نتخلص بقى من الغازات اللي بتبقى موجودة في البقوليات، وكمان ما يطولش معانا على النار. حمص الشام ما بياخدش تسوية كتير، يعني حوالي ربع ساعة او حاجة. بعد ما نقعته كده بغسله تاني وبتخلص من مية النقع دي. اساسي جدا غسيل البقوليات اكتر من مرة، قبل النقع وبعد النقع كمان. بعد ما رفعته على النار كده وحطيت عليه مية عادية جدا من الحنفية، هبتدي بقى ارفع عليه النار واسيبه يغلي معايا حوالي ربع ساعة. بعد ربع ساعة ببتدي احضر بقى المكونات اللي هضيفها لحمص الشام واللي هتخلي تيستو عالي جدا. عندي 3 حبات من الطماطم متوسطة، وبصلاية متوسطة، وكمان فصين 3 من الثوم، مش اكتر من كده. طبعا المكونات دي أساسية في حمص الشام وبتوديه في حتة تانية خالص. باخد المكونات بتاعتي أضربها في الخلاط، في شفشق الخلاط مش في الكبة، لأني عايزاها عصير ناعم جدا. أنا عايزة أخد الخلاصة من كل المكونات اللي عندي، وبعد كده لازم أعديها على مصفى علشان أتخلص من كل التفل والبذر بتاع الطماطم. أنا عايزة أخد النكهة بس من المكونات بتاعتي، ومش عايزة التفل ولا الشوائب الموجودة بتاعت قشر الطماطم والبصل وبذر الطماطم. بس هاخد الطعم المميز اللي موجود والنكهات اللي موجودة فيهم وخلاص. لازم اصفي كده زي ما احنا شايفين واتخلص من كل ده، علشان وانا باكل حمص الشام ملاقيش حاجة بتضايقني في بقي كده. وصفيته زي ما احنا شايفين، اللهم بارك. هركنه بقى على جنب واروح اشوف الحمص بتاعي اخباره ايه. الحمص بتاعي بعد ربع ساعة كان دخل في التسوية زي ما احنا شايفين. هاخده اصفيه، مش هحط عليه المكونات دي الا لما اصفيه واغسله كمان مرة. ليه بقى؟ علشان اتخلص من كل الغازات اللي فيه ويبقى عندي نضيف كده وبيور جدا، واكله واحس ان هو ما يتعبنيش. بعد ما غسلته هنزل بخلاصة البصل والطماطم والثوم اللي انا صفيتهم، وهزود كمان شوية مية. زودي بقى كمية المية اللي انت عايزاها. لو انت بتحبي المية بتاعت حمص الشام كتري منها. وهبتدي انزل بالتوابل بتاعتي، ملح وطبعا كمون، وكمان هنزل بشطة. يعني عندي الشطة حامية جدا فضفت شوية صغيرين، وكتري بابريكا لانها بتعزز اللون، تدي لون تحفة زي ما احنا شايفين. في مكون رئيسي كمان بحب اضيفه، وهو معلقة كده او معلقتين من صلصة الطماطم، سواء الجاهزة او البيتي، بتدي طعم خطير وكمان لون خطير جدا. برفع بقى الحمص تاني على النار زي ما احنا شايفين، واسيبه يغلي مع المكونات دي من ربع ساعة لنص ساعة، علشان يتشرب النكهات الجميلة اللي انا حطيتها والتوابل، ويتملح معايا ويبقى طعمه مميز جدا. بالطريقة دي وبالتفاصيل والتكنيك ده هتحصلي على حمص شام زي بتاع العربيات، اطعم والذ كمان، وهتجربي بنفسك. شايفين معايا الجمال؟ اللهم بارك. دلوقتي اخد التسوية التمام مع المنكهات بقى اللي احنا حاطينها، واخد اللون التحفة زي ما احنا شايفين، واخد الاطعمة كمان اللذيذة. هنبتدي بقى نغرف احلى والذ مشروب شتوي خطير جدا. تبارك الرحمن على جماله. نغرف مع بعض حمص الشام الجميل جدا.
يا ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا بس نصيحة صغيرة، لو عندك اطفال خلي الشطة للاخر وضيفيها في الكوبايات او ضيفيها بعد ما تغرفي للاطفال، علشان الشطة ما تنفعش طبعا تتقدم لاطفال صغيرين. غرفنا بقى الكوبايات بتاعتنا الخطيرة التحفة جدا القمر، وبعد كده هنقدم معاه بقى الليمون. كتري من الليمون علشان فيتامين سي، وكمان علشان نزلات البرد. ودوقي بقى معايا احلى مشروب شتوي، مشروب خطير جدا، مشروب الدفء بالدرجة الاولى. اتمنى تجربوه، متأكدة انه هيعجبكم جدا. وان شاء الله نتقابل دايما في فيديو جديد على خير، واشوفكم على خير دايما، ومع السلامة.